حلوين وويلكم باك تو ماي شانل. اهلا بكم مره ثانيه بقناتي. اليوم راح احاول اسوي فيديو لثاني مره. ما اعرف اذا تتابعوني على الانستغرام، بس الاسبوع اللي فات سويت مكياج اخضر وصورته وبعدين كلش ما عجبني، فحكيت لكم بالانستغرام انه ما عجبني المكياج فما قدرت انزله، واليوم راح اسوي تيك 2. بس قبل لا نبلش، شنو راينا بقروني الصغار؟ عذروا شعري، ادري بشعري هوسه شويه، بس عذروا لانه ورايا رياضه فما قدرت اغسله هسه وبعدين اغسله على الرياضه. المهم اذا تحبون تشوفون فيديو على مكياج اخضر على خريفي خليكم وياي. وقبل لا نبلش بالفيديو لا تنسون تشتركون بقناتي وتضغطون على الجرس الاحمر على ما توصل لكم كل فيديوهاتي الجايه. احبكم كوما واشوفكم بالفيديو الجاي. اوكي، اول لون راح استخدمه هو راح يكون هذا اللون الاخضر، وراح استخدم فلافي كريس برش، يعني فرشة مال دمج كبيرة من ماركة زويفا، رقمها 228. الغلط اللي سويته حسيت انا ذاك اليوم انه صعدت الالوان كلش فوق، يعني قريب على الحاجب، اليوم راح احاول ما اصعدهن هالقد، فراح ابلش بهذا اللون شوية شوية اضيف لون، راح اضيفه على كامل الجفن. اهم شي انه ما جاي اخلي اي ضغط على الفرشة، بس اريد اللون ينبني بشكل حلو. وانا باي ذا واي اوريدي مخليه مثبت مال ظلال على عيوني مثل كل مرة، فقلت هاي الستيب كل مرة كل فيديو اسويها، فهذا الفيديو اتصور ما نحتاجها. بعدين بفرشة اصغر هيجي شي من ماركة برقع لاشز راح اخذ نفس اللون وشوية اغمقه من هنا قريب على مود بس نعطي شوية دبث، ونفس اللون بس راح يبين وكأنه لونين، لان هذا اللون ما راح هذا اللون ما راح ندمجه بقد المرة الأولى، فراح يبين شوية غامق أكثر. الكفشة مالتي كريسي سوري. راح أدخل على الجاكلين هيل باليت ويا مورفي وراح أستخدم هذا اللون الغامق جدا، هذا أخضر على ما أعرف شو يسمونه، زيتي يمكن، بس كلش غامق. راح اخذه بفرشة كلش صغيرة على طبيعي وكلش صغيرة على مود اقدر اتحكم بالضبط باللون. راح اشتغل شوية على كيفي، بس راح اضيف اللون على طرف العين. لو تشوفون المنظر هسه قدامي شنو جاي يشتغلون على الشبابيك فقدامي رجال متعلق على العمارة، احنا عايشين بالطابق ال15، متعلق وقدامي الشباك، فجاي اشوفه وهو يشوفني ويقول هاي ايش فيها المخضة، جاي يتمكيج وكاميرا ومدري شنو. المهم حبيتكم تعرفون شنو جاي يصير قدامي. نفس الشي راح اخلي ببداية العين، بس هنا اللون ما راح اصعده، خليه تقريبا بس على الجفن المتحرك على مود العين ما تصغر. اذا نصعد اللون الغامق لي فوق العين راح تبين شوية اصغر مثل التنسل. ومثل ما جاي تشوفون جاي اخلي اللون الغامق بس بطرف العين وبداية العين، وهالمرة ما راح اسوي له كونكت لانه اريد هاي المنطقة اللي بالنص تبقى مفتوحة، فما اريد اغمقها ابد. بس ايش راح اسوي؟ راح اخذ الكونسيلر مالتي وفرشة صغيرونة كلش وانظف هاي المنطقة على مود نخلي لون يجنن عليها. راح اخلي الكونسيلر ابلش بيه فوق كسرة العين بالضبط، لانه انا عيني مبطنة ف لازم نسوي هذا الشي على مود يبين اللون حتى لو عيني مفتوحة.
وبعدين نملي الفراغات بالنص. ولما اوصل هنا مثل اسويها بصبعي على مود ادمج اللون الاخضر الغامق. وهسه بنفس الفرشة اللي بيها اللون الغامق راح بس اسوي تاب شوية على مود ما يصير عندنا خط حاد. اوكي بعدين راح ارجع على نفس النيكس باليت واخذ هذا اللون اللي بالوسط. اتصور no not gonna do that. راح اخذ actually راح اخذ هاي الباليت من ذا بوم اسمها البوم ساي، وراح استخدم هذا اللون اسمه بيج كهونا. راح اخذ هذا اللون، بس قبل لا اخذ هذا اللون راح اخذ شوية جليتر جلو من ماركة نيكس، اخليه بالضبط بنص ال شو اسمه هذا الجفن. وما اتصور هذا سوى اي شيء. اوكي راح ارطب الفرشة شوية ونفس الجليتر عليها واضيف. اوكي وشوية بصبعي راح اخذ هذا اللون اللي هو ذهبي بالباليت كلش شوية وبس بوسط الجفن المتحرك وقريب على الرموش. وهسه بس جاي اقوي اللون الاخضر الغامق. وهسه راح ادخل بايلاينر اسود بس احدد على طرف العين او قصدي على الرموش، وما راح اسوي اي وين. خط كلش خفيف على مود يخفي لي الباند مال الرموش اللي راح اخليها. اخلي كحل غامق داخل عيني. راح اخلي ماسكارا ورموش وارجع لكم بسرعه. اوكي يا حلوين رجعت لكم بالرموش كل شيء تمام. راح هسه ابلش بوجهي قبل ما اخلص عيوني. راح اخلي شويه ميك اب ريفولوشن برو فيكس اويل كنترول سيتنج سبراي فيكسينج سبراي. راح اخلي قبل ما احط البرايمر. ليش؟ لانه هذا راح يساعدني يخلي بشرتي يعني مو دهنيه. اول البارحه رحت السيفورا واخيرا اشتريت التارت كلين سليت هاي برفورمانس ناتشورال تايمليس سموذينج برايمر. او ماي جاد واخيرا اشتريته. اول شيء يخبل شكله، او ماي جوتش يجنن. وهذا برايمر للشنو؟ شوف شكله قد حلو. هذا برايمر للمسامات، يعني راح يخفي لي المسامات كلها. راح اقربكم بس على مود تشوفونه. اوكي هذا اول مره جاي اجيسه انا بايدي، والكونسستنسي مالته كلش ثخين، فراح مثل اطبطبه شويه على واو على المكان اللي عندي بيه مسامات مبينه. اوكي واو انمحن واو. اوه واو وريحته تخبل. على باقي وجهي راح استخدم هذا البرايمر من لوريال انفاليبل اويل كنترول. انا قلت اويل كنترول، هو مو اويل كنترول، اسمه الانفاليبل ماتيفاينج بيس. فنخطه اللي على باقي الوجه. هنا مهم. راح اكمل واستخدم اللوريال انفاليبل 24 اور مات
ككريم الأساس. ويا راح أدمج هذا الحلو مثل اللمعة، هو شمر من بورجوا اسمه السكولب لايت. راح أدمجهم الاثنين سوا وبعدين أوزعهم على وجهي. دين 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 تيراراريرا تيرارارارا. طبعا أكره شي لما الواحد يسوي حواجبه اول شيء انه بعدين لازم كلش على الكفه بكريم الاساس. اوكي راح بس اخذ البيوتي بلندر مالتي وادمج كل شيء ويا البشره بطريقه حلوه جدا. صار لي هواي ما مستعمله هذا الكريم واموت عليه. ما راح اتقرب كلش على حواجبي لانه ما اريد اخربهم، آخر شي أدخل بفرشة على مود أعدلهم. كونسيلر هو الميبلين ايج ريوايند كالعادة الرقم فير. نخفي الجنط السود اللي تحت عيوني صايرة. بنفس الوقت نريد نسوي شوية هايلايت للوجه. اوه نو صار اعوج كالعادي. تلبزيس نسيت أسألكم شنو رأينا بالإضاءة اليوم؟ شوية غيرت بيها وأتصور اليوم شوية أحسن. ما موجودة هاي اللمعة اللي كانت تكون موجودة بوجهي مو. وراح ناخذ هسه شوية باودر الريمل ستي مات، وراح بس أسوي كارب شوية تحت الكونتور. بدنا نعدل كل شي. لا تخافون ما راح يبقى هيجي، اكيد راح نشيل الزايد. ما اعرف ليش مبين هنا مطقع وجهي، بس هو ابد مو هيجي بالحقيقة. I don't know why. بعدين راح اخذ هذا البلاشر من ميك اب كيك، هو برتقالي فاتح على هيجي مشمشي يخبل، اسمه سمر فلينج، وراح اخليه على تفاحات الخل. اوكي سو الهايلايتر راح اخذ what happened. راح اخلي الماري لومينايزر. ايش قد احب هذا الهايلايتر. بعدين حبيت هايلايتر شوية ادفى منه، فراح اخذ الماستر كروم هايلايت مولتن جولد بس شوية، وراح اخليه شوية تحته. راح نرجع على الباليت مالتنا مال نيكس وناخذ اول لون استخدمناه اللي هو هذا الاخضر، وراح نخليه على الرموش السفلية على كامل العين. واخر شي راح اخذ هذا اللون اللي هو كان اغمق لون استخدمناه، وراح اخليه على الرموش السفلية جدا قريب على الرموش.
يعني تقريبا على خط الرموش. اوكي، وبداخل عيني راح اخلي هذا اللون اسمه ويرلبول من مارك جاكوبز. راح اخلي سيتنج سبراي قبل ما اكمل بالماسكارا. توني ذكرت انه عندي هذا الهايلايت من فنتي بيوتي، فراح اخليه على سنتر، راح اخليه بالضبط على سنتر الليد. اوه من الاول وهيجيبه. راح استخدم قلم تحديد من ريمال لندن، الحمرة من ماركة بورجوا رقم 27. شقد احب هاي الحمر. وراح استخدم جلوس من بورجوا 3D افات لانود، ما اعرف يا رقم اذا اسمه لانود شي. وهنا يا حبايب يخلص الفيديو مالتنا مال هذا اليوم على هذا اللوك اللي انا مخليته هسه على وجهي. اتمنى يكون عجبكم التوتوريال. مثل كل مرة اذا عجبكم هذا اللوك وهذا الفيديو لا تنسون تسووا له thumbs up، تعطوني لايك وتشتركون بقناتي، واذا تريدون تسوون شير للفيديو سووا له شير ودوسوا على الجرس. لا تنسون احبكم هواي هواي. شكرا على المتابعة واشوفكم بالفيديو الجاي.